مين كان اول واحد عرفك البروتون ساجا وقال لك ان هي جايه تقفيل محلي وهتنزل بسعر قليل وخرب لك الدنيا؟ ومين راح وصور وبتاع وبروتون وي وي وي؟ الحمد لله كنت انا برضه. والموزع اللي كان ماسك العربيه سلط الصبيان بتوعه خش حط له كومنتات وهدوا له العربيه وهدوا له الاعلانات، وكالعاده يعني زي ما بنتعرض للمواقف الطفوليه دي. طيب النهارده ما تشتريش بروتون ساجا يا معلم، خلاص يا ريس، الوكيل مسعر غلط، دي مش قصتنا. 650 ألف جنيه نيسان صني ارخص، بي واي دي ارخص، دول عربيتين مانيوال مش مشكله. نيسان صني النهارده سعرها الرسمي 645، لفيت لفه حلوه في السوق هتجيبها باقل من الرقم ده. العربيه النهارده بتتباع بخصم عن السعر الرسمي. نيسان صني الاوتوماتيك ب 695 ألف، لفيت لفه في السوق ممكن تجيبها ب 690 ولا حاجه. وبروتون ساجا ب 650، يعني انت لو زودت 40 ألف بس هتجيب نيسان صني اوتوماتيك. بروتون ساجا عربيه كويسه ولكنها عربيه ضيقه برضو، عربيه صغيره اتحطي في السعر اللي انت كنت نازله بيه. مفيش مبرر يخلي العربيه دي ترفع مع ان المنافسين ثابتين وكمان اسعارهم ساعات بتنزل. ده غير ان مش هننسى الفيات تيبو المانيوال اللي برضو ب 695 الف جنيه، عربيه حجم وشكل وثبات ووسائل امان. فبروتون ساجا ليست قيمه مقابل سعر النهارده، وده الحق يا جماعه وما يزعلش، عشان بس يعني محدش يطلع يقول لك ما انت قلت ما انا قلت لما نزلت يا حبيبي وكان سعرها. انت دلوقتي رفعت لي سعر العربيه، خليها جنبك بقى. يلا سلام عليكم.